أبو عمر يقول في قوله تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية، وبالمقابل يربط مع من قتل 99 نفس. هذا الآية التي في سورة النساء. نعم. قال ربنا: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أهل العلم رحمهم الله يجرون هذا الخلود مجرى الوعيد. نعم. يعني يخلد فيها ما شاء الله له أن يخلد، ثم إن خلود أهل التوحيد في النار محال. واحتجوا بالحديث الذي في الصحيحين، حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم دل على راهب فقتله فأكمل به 100 ثم كتب الله له به التوبة، لأن خاتمة الحديث فأخذته ملائكة الرحمة. وقد نقل عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى أن قاتل النفس عمدا مخلد في النار، لكنه ورد عنه رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه أنه تراجع عن هذا. وأيا كان فإن جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو قول الكافة في بعض الاختيارات يعني التعبيرات، أنه لا يخلد في النار، وهذا هو الحق. لأن كما بينا في لقاء سابق قضية التوحيد ليست بالمسألة يا لها من كلمة. نعم، يا لها من كلمة.